يا جماعة أنا بقالي 4 سنين مستني اللحظة دي، برنامج نقدمه نكون بنعرض فيه خطوة بخطوة اللي بيحصل في المطبخ في تقويم بروجكت فروم سكراتش، واللحظة دي أخيرا جت. انتوا نعملها بأغنية ثانية اسمها من جوه المطبخ. انتوا دلوقتي بتتفرجوا على ماركتينج من جوه المطبخ، والسيزون الأول من البرنامج هيكون عن ماركتينج الإي كوميرس بالتحديد، وكل سيزون في البرنامج ده هيكون عن الماركتينج بتاع نوع بيزنس معين. احنا بقى من كام يوم جالنا كلاينت جديد، بروجكت اي كوميرس كان في مرحله الفاليديشن ولسه هيبتدي ينفست في الماركتنج. اتفقنا مع الكلاينت اننا ننقل لكم كل تفاصيل شغلنا من اول البلاننج للويب سايت للكونتنت للادز للاناليتكس للاوتوميشن. بص، انت هتتفرج على كل الكواليس من الاول للاخر في الاستريم ده اللي هينزل منه حلقه كل اسبوع بتلخص لك اللي بيحصل في الاسبوع ده. ناخدكم جوه اعمق التفاصيل وهنطلع لكم كل الهايلايتس اللي بتحصل في كل ميتنج. واخر كل حلقه هاخدكم معايا على الوايت بورد واعمل لكم كراش كورس صغير من المبادئ الاساسيه اللي اتبنى عليها الشغل اللي اتعمل في الحلقه دي. وبعد اول حلقتين، اول ما يبتدي يبقى فيه داتا بجد، هنخصص فقره كامله للاناليتكس وقرايه الداتا وتحويلها لقرارات. احنا الحقيقه مش عارفين ايه اللي هيحصل بالظبط، وهل هنحقق اللي احنا خططنا له ولا لا. والصراحه الواقع بيقول ان في حاجه زي كده المفروض نعمل البروجكت ونطمن عليه وبعد كده نحكي لكم الحكايه. بس ان جيتوا للحق ده كان هيبقى ممل جدا ورتيب وعادي جدا ان اي حد ممكن يعمله، لكن انك تعيش حد معاك رحله تقويم براند من الصفر ده شيء خطر جدا وصعب جدا، واصلا نوع الكونتنت ده احنا ما عملناهوش قبل كده. احنا اصلا بنحاول نعمله بقالنا 4 سنين وبنفشل قبل ما نبدا كل مره. عشان كده المره دي قررنا نلبس نفسنا، لاننا عارفين اننا لو ما عملناهاش كده عمرها ما هتتعمل، وهنخلص الشغل بتاعتنا على الكيس اللي ماسكينها وننقل على اللي بعده، وعمر ما هنحكي الرحله اللي احنا نفسنا نحكيها. وبناء عليه لو قررت تتابع البلاي ليست دي لازم تبقى عارف 4 حاجات. واحد، هو اننا مش مصورين لك الكونتنت ده من كام شهر وبننزله لك بالتدريج، احنا بنصور لك اسبوع باسبوع، والله العظيم ما حد فينا عارف ايه اللي هيحصل في كل حلقه. 2، كل الفيديو برودكشن بتاعنا بالموبايل، بالتحديد ايفون 13، وشخص واحد بس هو اللي مسؤول عن التصوير، فما تتوقعوش اي حاجه فظيعه وبرودكشن وحاجات كبيره دي. فاحنا المره دي مركزين على الكور مش الكونتكست، فكل تركيزنا على القصه والفايده العمليه والكونتنت الفاليبل اللي انت ممكن تطلع بيه اكتر من تركيزنا مع التصوير والاخراج والبرودكشن. فاعذرونا على النقطه دي، واحنا هنحاول في كل مره نطلع الموضوع بشكل احسن. تالت نقطة هو إن اللي علينا إننا ننقل لكم كل اللي نعرفه ونكشف لكم طريقة شغلنا ونقول لكم كل التولز اللي بنستخدمها، وده مستحيل تلاقي حد بيقدمه لك ببلاش. اللي عليك بقى إنك ما تكسلش وتحاول تعصر اللي متقدم لك، وقصاد كل ساعة هتتحرق هنا تطلع فايدة عملية في شغلك تاني يوم. 4، إننا هنبقى معتمدين عليك في إن الفايدة اللي بنقدمها هنا إنك توصلها ل3 أشخاص على الأقل بصورة مباشرة منك، وتكلمهم تشرح لهم قد ايه ممكن يستفيدوا من الرحله دي، ولو عملت كده فهتبقى ساعدتهم في شغلهم وساعدتنا في ان احنا نكمل في الانتاج، لاننا فعلا هنتحمس جدا لما نشوف ناس كتير هتستفيد بجد. نخش في الموضوع. احنا اصلا ما بنشتغلش على البروجكت ده بس، احنا اصلا ايجنسي وبنشتغل كمان بالساعه، والبروجكت ده محجوز له عدد ساعات محدده. احنا بقى اخدنا 80% من الساعات اللي محجوزه للبراند ده وجمعناهم على بعض في ايام محدده عشان يبقى التيم كله كانه بيعمل سبرنت على البروجكت في نفس الوقت. وحتى الان اشتغلنا على البروجكت ده 3 ايام بالظبط، وفي كل يوم هنقول لكم اللي كنا مخططين له في اليوم ده، وهنلخص لكم الميتنج في شكل هايلايتس، وبعدها ملخص اللي خرجنا بيه في اليوم ده وشرح تفصيلي للاساسات العلميه اللي اتبنى عليها فكرنا في اليوم ده. مع العلم انك في كل حلقه هتلاقي مؤشرات بتبين لك اول حاجه عدد الايام من ساعه اليوم اللي استلمنا فيه، عدد الساعات اللي صرفناها اول ان اول كل التيم، واخيرا هتلاقوا بروجرس بار بيبين لكم احنا حققنا قد ايه من اللي كنا مخططين ان احنا نحققه في الايام دي. يلا بقى ندخل على اليوم الاولاني. يلا بينا. نتمنى التجربه تكون مثمره، ويلا بينا عشان الكلاينت جاي دلوقتي، فهنروح نشوف هيعملوا ايه في اول ميتنج. السلام عليكم. ده اللي قبل كده. اليوم الاول، اليوم ده هو اللي بنستلم فيه البراند، وبنسميه عندنا جلسة الاستجواب، وده بيقعد فيه مع الاونر كل واحد من التيم مسؤول عن حاجة معينة عشان ياخد المعطيات اللي تخدم زاويته واللي هو رايح يشتغل عليه. يعني ما عندناش اكاونت مانجر يروح يجيب لنا بريف وشكرا على كده. الجلسة دي ما بتخلصش غير لما كل واحد هيشتغل على البراند يوصل انه شبع واستوعب التفاصيل استيعاب عميق. الجلسة دي في حالتنا استمرت 4 ساعات ونص، وكان قاعد مع الكلاينت 5 من التيم، يعني الميتنج ده كلفنا 22 ساعة ونص، وطبعا دول ما بيكونوش متحملين على الكلاينت. تصفيف بس نعناع، ريحتها نعناع. ازاي نفتح العلبه ما نلاقيهاش
طلعها ما هنا تبقاش تقلل يعني. طب عادي صح؟ لا عشان هتبقى قللت، مش هيبقى 150 مللي. عشان حرام كل ده بقى ما فيهوش اي حاجه كيميكالز. كلها زيوت طبيعيه، ولكن الحاجه الوحيده المميزه عندي اللي انا ما شفتهاش عند اي حد خالص 120 جرام وزن يعني 80% زبده كتير. عشان اوصل لده انا قعدت سنه ونص في اعلان تجارب. الكلاينت بيبيع منتجات زبدة الشاي، وزي ما قلنا هو عايز يعمل الاي كوميرس بتاعه. واول حاجه طبعا عملناها هي اننا نجرب المنتج ونفصصه كده على السريع في اول الميتنج. طيب كده ننقل اللي بعده. طيب نبتدي من عند آلاء. تجيبي اللابتوب بتاعك وتشيري معانا او مع بقيه الناس، يعني تجيبي اللابتوب بتاعك مفتوح عليه شيت عشان شادي يشوفه. صح ماشي. ده عشان ده موضوع فارغ جدا. ده دلوقتي الاناليسيز اللي اتعمل على الماركت، احسن ناس بيبيعوا الحاجه دي، ايه البرودكتس اللي هم بيبيعوه، حجمها قد ايه، ثمنها قد ايه. محتاج تفلد لي ان احنا، يعني محتاج تفلد لي الاسعار دي نفسها وفرقها عننا قد ايه. ويا ريت لو تحط تسجل، يعني لو ده مثلا 500 جرام من اكس وانت عارف ان الاكس ده يساوي عندك كذا، اكتب جنبيه في الخانه الفاضيه دي سعرنا وحجمنا. الحمد لله بعد ما شفنا وجربنا البرودكتس اللي احنا داخلين نشتغل عليها، التيم كله خارج متحمس ومقتنع ومستوعب بشكل كافي وجاهز. طبعا ما فيش اي حاجه تتشرح في الجزء ده اكتر من اللي قلناه في فيديو بالونه البريف، هيظهر لك اللينك بتاعه دلوقتي. يعني بعد الميتنج ده طبعا عارف ان انت مسحوله بس قولي لي ايه دورك بقى في الموضوع اصلا؟ بشكل ما هبقى مسؤولة عن جزء كبير في الكونتنت. اتفرج من الكلام اللي شهاب قاله ومن السيرش والحاجات اللي لسه هيبعتها، هنبقى بقى بنشوف ايه الكونتنت اللي احنا هنقدمه مختلف عن اللي موجود في السوق يعني يبقى اضعاف الحاجة اللي هو مقدمها، حلو. ايا كان بقى سواء كشكل او كفاليو او ايا كان. بس يعني في مساحه بقى شايفه اصلا؟ شايفه مساحه كبيره، لان قبل الميتنج اصلا عملت زي كده كونتنت اناليسيس بره، شفت الحاجه اللي متقدمه عامله ازاي، وهي يعني ما جاتش يعني. حلو. اما نشوف بقى تعملي ايه. بتوع اعلام بقى ما يتقمصوا لسيد بتوع اعلام. المفروض ان انا دوري في البروجكت ده ان انا بعمل اناليسيس لكل الكومبيتيتورز الموجودين في السوق، بشوف ايه هي الويك بوينتس والسترونج بوينتس الموجوده عندهم، ونشوف هل احنا اصلا البرودكتس بتاعتنا بناء على الاسعار المعروضه هل هي مناسبه، هل احنا محتاجين ان احنا نزود الاسعار، هل اصلا الكواليتي اللي متقدمه من الكومبيتيتورز بالنسبه للكواليتي بتاعتنا مكانها فين. بناء عليه هنبتدي ان احنا نطلع كونكلوجنز ونبني عليها ماركتنج بلان. دورك هيبقى واقف اخره عند البلاننج ولا في بعد كده دي في دور؟ والله مش عارفه الحقيقه، يعني حاليا ما اعرفش. يا حس ليه فاصل؟ ما انا عارف ان انت فاصل، بس ممكن تقول لي انت دورك ايه بس فاضل البس البتاع دي؟ هبقى مهتم بالحته التكنيكال اللي فيه اكتر، كالويب سايت والشوب والاي كوميرس فيه يطلعوا متكاملين باكتر قدر ممكن، مع الاوتوميشن اللي اسراء هتعمله انا اساعد فيه، واخلي ان يبقى فيه عمليه الاي كوميرس عامه كلها تبقى اوتوميتد، بيبعت يشتري نتواصل معاه على ميني تشات باكتر من قدر واكتر من سوليوشن. يعني انت اي حته اي حاجه تكنيكال، اي حاجه تكنيكال في البروجكت كاي كوميرس كالويب سايت كشوب كالحاجات ديت تبقى موجود فيها باذن. النهارده اليوم الاول، واللي هيحصل فيه ان التيم هيتجمع في غرفة العمليات ويبدأ كل واحد ينفذ المطلوب منه. الميتنج ده الساعة 1 ودلوقتي تقريبا الساعة 11، فأول ما يتجمعوا هاخدكم لغرفة العمليات دي ونشوف ايه اللي بيحصل. تعالوا نشوف. بجد يعني انا قلت له ده عشان عجبني شكله جدا. انا اتبسطت ان احنا عملنا الكلاس دي، مع انهم ما فرقوش حاجه، هم بس ماشي. المفروض ان احنا يعني دي ريفرنس بوينت نبتدي منها، المفروض نفلدها اصلا مع بعض ونسد الاخرام اللي موجوده فيها في كل اللي موجود دلوقتي، ومنه نبتدي بقى ننزل على اكسكيوشن بلان. فعايزين نوصل ان احنا في الاخر او التوتال اللي طلعنا بيه من الورك شوب دي، ان احنا خلصنا تقريبا مثلا 50% من الشغل اللي المفروض نعمله تنفيذ، مش كلام، مش تخطيط، مش برين ستورمنج، مش فده كده اللي المفروض نعمله، وكل واحد هيبقى بيجري في حته. فاحنا المفروض نسند مع بعض اللي بيحصل اللي موجود في الجروب، نسد الاخرام اللي فيه، نكمله،
نبتدي نوزع التاسكس ونشتغل عليها واحنا قاعدين دلوقتي، ونخلصها ونراجعها واحنا قاعدين دلوقتي بس. فيجي يوم الاربعاء نعمل نفس الكلام، فنلاقي نفسنا خلصنا في المنظر حاجات بسيطه تخلص في وسط الاسبوع عشان نعرف نمشي يوم 1/6. يا لهوي النهارده 28 اصلا، طبعا عمرنا ما هنعرف نمشي يوم 1/6. يوم الاربعاء الجاي مش 1/6 اصلا. صح على الميتنج التاني. لا الاربعاء الجاي 1/6. لا طبعا ازاي النهارده هو 6 ده كام شهر؟ كام يوم؟ اقفل يا ابني كده عيد ميلاد. ايه 31 فعلا. ماشي خلاص، ما انا جيت وقفت يبقى عليه. النوتش 1/6 ولا ما نوتشش؟ سبعة ده مش 4 برضه. 1/6 ده يوم الخميس اللي جاي. اه الخميس ده احنا هنعمل ميت ايبس. ده معناه ان في ميتنج تاني. احنا كده هنعمل ميتنج تاني ورك شوب كامله يوم الاربعاء، ونشوف هنبقى واصلين لايه. ان شاء الله لو ما عرفناش واحد هيبقى 2، لو ما عرفناش 2 هيبقى 3 وهكذا. يلا سريعا نحاول نسنك مع بعض سبورت عشان في تفاصيل كتير جدا. نبدا بايه؟ مبدئيا كده الخطوات، حد شايف فيها حاجه؟ احنا هنا مش بنشوف مين اللي ممكن يشتري، احنا المفروض ندور على مين اكتر بيرسونا بروفيتبل للبيزنس. فاحنا مش عايزين اللي هيشتري وخلاص، كل الناس ممكن تشتري، ممكن بنت عندها 13 سنه تشتري، بس هل عندها قوه شرائيه تكفي ان هي تشتري بالافريج اوردر فاليو بتاعنا ولا لا؟ طب انا عندي سؤال الاول معاك ده، دي بنات بس ولا بنات بس طبعا. احنا اصلا مش هنروح باي حاجه اللي من غير بنات. حتى البرودكت الرجاله مش هنروح بيه الرجاله دلوقتي وفيما بعد ولا؟ دلوقتي وفيما بعد، عشان هيبقى الموضوع في سنس كده خلطبيطه يعني. انت هتبقى عامل البراند فيمينين جدا، ومره واحده عايز تقلب وتدخل في وسط ده دايركشن تاني خالص، بطريقه كلام تانية خالص، باتجاهات وكولز مختلفه، مش احسن حاجه. وبعدين اصلا نروح نبتدي نقنع رجاله من الاول يجوا يعرفوا احنا مين عشان يشتروا، واحنا عندنا اصلا ستاتهم مبسوطين بينا جدا. طب بس على المدى البعيد اظن ممكن يحصل يعني براند تاني او ستريم كامل للبرودكتس بتاعت الرجال. ما هو ستريم ده بقى هتبقى رحت بتخترع العجله تاني بتاعت قرار الشراء، اللي هو لسه هتروح تدور على البيرسونا وتقنعها وتحببها فيك لا احنا عندنا اصلا مراد الراجل ده على طول جاهزه بس، فهي تاخد له قرار الشراء اقصر لنا. حلو. في البداية كان محطوط 2 بيرسونا، وهما البنات من سن 20 ل 29 وبالتحديد اللي على وش جواز، والبيرسونا الثانية هي الأمهات من سن 30 ل 50. وبعد مناقشات وصلنا ان البيرسونا الاولى بتضييقنا ليها برود البنات اللي داخلين على جواز مش الاعلى من ناحيه البروفيتابيلتي زي ما كنا فاكرين، وان البنات في السن ده بشكل عام هيكونوا قوتهم الشرائيه للنوع ده من البرودكتس عالي، يعني مش بس مقتصر على اللي داخلين على جواز. والنقطه اللي بعد كده كانت اننا نقسم الاثنين بيرسوناز دول لسيجمنتس محدده. 12 سيجمنت هنبقى قادرين بيهم نقسم كل اللي بيحصل في البروجكت، فنبقى مستبقين اللي هيتعمل مع كل سيجمنت في ال 12 دول او 13 دول. مش ده اللي بيحصل، مش ده اللي بيحصل. اهلا وسهلا. اهلا. مش هو ممكن توضح بسرعه يعني مش مصدق الكولوم الثاني والثالث؟ الكولوم الثاني والثالث احنا السيجمنتيشن ده معمول على اساس 3 دايمنشن. الريسنسي اخر قد ايه قرب اخر انتراكشن حصل، ريسنسي، فريكوينسي، قد ايه تكرار الاكشن الاساسي اللي احنا بنعمل عليه الاناليسز، مونيتري، قد ايه حجم المادي للاكشن اللي بيحصل. فمن ال3 دايمنشنز دول نقدر نضربهم في بعض فنطلع منهم رولز كلها واخداهم هم ال3 في الاعتبار، فمحدده سيجمنت دقيق بعينه. ثانية واحدة، انت بتقول ده لا ايه اللي 3 دايمنشن هتبص منهم عشان تسيجمنت اليوزر. اوكي. اخر انتراكشن عمله لوست بيرشيز، اوكي، توتال نمبر اوف اوردرز، توتال فاليو.
اوكي. بالثلاث حاجات دول هنقدر نحط الاودينس في حته معينه بيتعمل معاهم حاجات معينه. التصنيف بتاعهم. بس احنا بقى المفروض ده اسقاط للاناليسز، الاسقاط ده بقى معمول للبروجكت ده، فاحنا عايزين نفلده مع بعض ان هو ده الصح. طب والسيجمنتيشن ده بعد فتره قد ايه؟ ايه؟ السيجمنتيشن ده دايناميك، هيبقى الناس قاعده بتطلع نفسها وتدخل نفسها منه. فمثلا لو احنا وصلنا ان معانا واحد تشامبيون عمل الثلاثه رولز دول، تمام؟ ده معناه الثلاثه رولز ان اللاست بيرشيز في خلال ال 90 يوم اللي فاتوا، والتوتال اوردر السته، او التوتال فاليو 10000. تمام؟ افرض الراجل ده اللي هو تشامبيون قعد 2 كوارتر ما سمعناش عنه حاجه، يبقى اللاست بيرشيز بتاعته هتبقى ايه؟ 3 كوارتر تقريبا. 3 كوارتر ده لو نزلت تحت خالص، سيجمنت الهايبرنيت، ده معناه انه البيرشيز بتاعته اكبر من 3 كوارتر، ايا كان بقى ده كده لازم يتعدل، ايا كان هنا دول ايه. طبعا انت عملت الكلام ده عشان بناء بعد كده ان كل سيجمنت هيتعمل له ايه اكشنز معينه. بالظبط. على اساس انت ليه قلت 2 اوردرز ب 10000 من 1000 ل 3000؟ ده معناه ان هو لو بوتنشال لويالست، ده معناه ان هو من الكاتيجوري العادي. بصوا يا جدعان خلونا نبتديها واحده واحده. احنا بنبتدي السيجمنتس بان هو داخل يعمل اوردر، فارجعوا هاتوا الصوره كامله. ال 12 سيجمنت او ال 11 سيجمنت دول هيبتديهم بان هو سيكا كمان بان هو يبقى نيو كاستمر. النيو كاستمر ده لو اعلى سن، لو من الاول خالص جاي عامل اوردر فاليو اعلى من الطبيعي، ازيد من 1000 واقل من 1000، ده اللي حاطينه كطبيعي. تمام؟ فلو هو اقل من 1000 نيو كاستمر خلاص تمام. لو هو اعلى من 1000 يبقى هو بروميسنج. البروميسنج ده معناه ان هو من الاول شكله كده هو ده اللي هيبقى البوتنشال لويالست، وهو اللي هيبقى اللويال كاستمر، فده هيتعمل معاه حاجات اكتر، هياخد ديسكاونتس اعلى، هيتلعب معاه ديلايتنج اكتر. تمام؟ فهم هيفصلوا نفسهم من اول اكشن. طب ماشي، 2 عملوا اوردر، واحد عمل اوردر اقل من 1000 وواحد عمل اوردر اكتر من 1000، دخلوا في الاثنين سيجمنت دول. جه عمل اوردر تاني، ده معناه ان هو هيبقى هنا. جه اختفى لمده كوارتر وهو كان نيو كاستمر، هيقوم نازل هنا، وهيبتدوا كل واحد بيعمل بيهيفير معين هيقعد يفلتره ويحطه في المكان بتاعه. وده بيحصل ايه اوتوماتيك ولا ماني ولا ايه؟ ده بيحصل، ده في Segmentation المطلق. ده انت لو عملته من غير اي تولز وبقيت عارف ان السيجمنت ده بالميلاد دي اشتروا من اقل من كذا وبفريكونسي كذا وكذا، فالمفروض اعمل معاهم كذا، هتروح تعمل ده بالسوفت وير بتاع الواتساب بتاعك مثلا. السيجمنتيشن نفسه انت تقدر تعمله مانيوال، الرتبه بتاعته تبقى كذا والرتبه بتاعته احنا هنعمله اوتوميتد، لكن تقدر تعمله مانيوال. تمام كده دلوقتي بص يا شيخ، دلوقتي هعمل كده، هي كده دلوقتي شويه حوش. لا بعد ما لقطتها في عينيك، ما تبصيش عليا، بعد ما لقطتها في عينيك قاعد بتضايق اوقات لغايه ما يجي الوقت دول كده هيدخلوا بيتنا. فبما هيدخلوا بيتنا يبقى لازم نعرف انهي تشانلز من تشانلز البوست اكوزيشن هتشتغل عليهم. يعني هم حصل لهم اكوزيشن، يعني دخلناهم بيتنا او يعني مجازا دخلناهم بيتنا، اوكي؟ ولسه ما اشتروش. احنا ده معناه ان هم في الويب سايت هتعمل معاهم ايه مثلا؟ هيطلع لهم بوب ابس ولا لا؟ هيطلع لهم حاجه بورز ولا لا؟ هندخلهم في اللويالتي بروجرام ونطلع لهم البانر بتاع اللويالتي بروجرام ولا لا؟ هنقول لهم اصلا مسج مختلفه بايه لما يدخلوا لنا تاني هم مش شاريين. سوري الاثنين اللي قال في الاخر ان هم مش كده كده انت مش احنا كده يعني اي هو بيتكلم اللي معانا ميلاتهم. محمود يقصد ده كده 2. لا هيبقى معانا need attention about sleep at risk can lose. ومعاك نيو كاستمر، معاك هيبقى معانا لوست برضه، والنيو كاستمرز والبروميسنج كله زي ما هو كله ايوه كله ما عدا اللي انت معكش ميله بس اوكي. بالظبط. اصلا بقى الميل ده هيبقى فيه فاليو حلوه جدا واحنا مش عارفين، وهناخد داتا وهنعرف اصلا مين هيعوز يجي، وده مش هيحصل في بقيه الشانل. اكتر ملحوظه كانت واضحه قدامنا في السيجمنتيشن ان فيها خرم كبير من ناحيه واقعيه السيجمنتيشن رولز اللي هي بتختلف مع كل كيس اختلاف جذري. المهم بعد حوالي 4 ساعات من الجدل والنقاش والتفكير فضلنا نباصي لبعض لحد ما وصلنا للسيجمنتيشن رولز المناسبين لكل سيجمنت. الخطوه الجايه هي مراجعه التشانلز اللي هنشتغل فيها مع كل سيجمنت. المشكله في دي حاجه واحده، انا تقريبا قافل نوتيفيكيشن للكروم عشان مش ويب سايت واحد اللي بيبعت لي، ويب سايتس كتيره بتبعت لي، عشان انت عملت لهم قلاو كلهم مثلا بس انت تدخل تلغيهم واحد واحد. قفلت النوتيفيكيشن بتاعت كروم نفسها، حلو. فخلاص كده الويب سايت بتاعي مش هيجي بقى. لو ليك عندي مصلحه هتعمل لي اي حاجه كيوزر،
لو انا اديتك حاجه جوه انت فعلا عايزها، انت هتسطب لي ابلكيشن وتمسح لي اللي انا عايزه وتعمل كل حاجه. لو عرفت هو انت عايز ايه وجبته لك، فاهم؟ فهي اللعبه كلها في الانسنتيف اللي بتحطه قصاد الكاستمر مقابل لصعوبه الاكشن ولا لا. خلاص انا شايف ان دي اصلا ما تطلعش لكل الناس، يعني ما تتحطش في منطق او في جزء ان اي حد ممكن يعدي على الويب سايت يشوفها. تاني حاجه ان احنا ازاي نحفز الناس دايما ان هي تشتري. يعني في عميله شاريه كل المجموعه، تمام، دي مبسوطه جدا، كل المنتجات هتلاقي كلها حلوه والتفتيح فتح ما شاء الله ولسه اسبوعين بس والسكراب رائع وكل حاجه، بس لسه لغايه دلوقتي ما فتحتش منتجات الشهر. لسه مقفولين يعني انا حتى ما شميتش ريحتهم، تمام. ففكره ان احنا نحفز الناس ازاي ان هي تستخدم الحاجه دي هي وسيله كويسه اصلا للشامبيونز والريجولار كاستمرز ان هم يعرفوا افكارهم مثلا استخدام المنتجات، يعني مش شرط اوفيس، ممكن تبقى استخدام منتجات او اي حاجه ثانيه، بحيث ان هم ما ينزلوش معايا تحت يفضلوا في نفس الليفل بتاعهم. فهي حاجه حلوه ليا ان انا حاجه اورجانيك عادي ان انا افضل محافظه على الليفل بتاع كل واحد فيهم. واخيرا في تقريبا 3 ساعات حددنا فيهم كل تشانل هتكون مناسبه لانهي سيجمنت، واللي خلانا نطول كده هي الاحتمالات اللي المفروض نغطيها في 13 تشانل. وكانت المشكله ان احنا كل ما نظبط القميص البنطلون يضرب والعكس، لحد ما ظبطنا كل تشانل من غير ما نبوظ اي يوزر اكسبيرينس في باقي التشانلز، وفي نفس الوقت نطلع بسيناريو محبوب في كل طريق هنمشي فيه مع كل سيجمنت. هي المفروض بقى ايديز التشانل تتعمل ان بارل مع فاليديشن الكونتنت والايديز مع الكامبين سيناريو مع السيرش ماركت اناليسيس. المفروض تعملوه بقى مين في كل حاجه. اكسبيرمنت رود ماب دي ايه هي الحاجات اللي احنا محتاجين نفلدها، فهنرسم لها اكسبيرمنتس معينه، والاكسبيرمنتس دي هتبقى مأثره لنا على السيناريو اللي هيتعمل بعد كده، فدي مأخره السيناريو برضه. لازم نبقى شايفينه، هنتكلم فيها دول هيتعملوا ايه قبل ايه بخطوه، ايه بعد ايه بخطوه، هيتعملوا هم عاملين كده، هتشوف يعني هم متداخلين في بعض. فخطوتنا الاولانيه نرجع دلوقتي بعد كده اوتوميشن رود ماب، دي تقفيله الاوتوميشن بقى عندك اللي هو اللي انت هتاخدها وتقوم تدخل على السوفت وير. رجع كونتنت هنا الاول نفلد دول. مبدئيا انا محتاج في العموم كبلاننج يعني ان انا يبقى معايا على الاقل 7 8 10 كروت يعني مش ريليتد بالبرودكت بتاعنا، طيب ريليتد بالاندستري. دي التاسكس اللي احنا محتاجين نخرج بيها ان بارل. ف اول خطوه ممكن تحتاجنا كلنا نفلد كروت الكونتنت. لو دي بقت تمام كل واحد ينفع ياخد حاجه ويجري بيها. ايوه عشان كده كنت بسالك بقى هل دي اول خطوه ولا هل اقفل الايديز عشان دي مترتبه عليها؟ لا دي كده هتتحط. اول ما خلصنا التشانل اتريبيوشن بقينا جاهزين نكمل الماركتنج دايركشن اللي هيمشي فيه البراند، واللي بصوره اساسيه بيتحدد فيه 3 عناصر. الاولى هي الماركتنج تشانلز والكوميونيكيشن تشانلز اللي هيتم تفعيلها، 2 علاقتها بباقي التشانلز، 3 التشانل اي دي اللي بيحكم لنا شغلنا على تشانل معينه من اول البوزيشن اللي المفروض تتحط فيه التشانل دي لحد الكونتنت ايديولوجيز المناسبه ليها. ونقلنا بعد كده للكونتنت ايديشن واول درافت ليه عشان نراجعه ونشوفه فاليد ولا لا، ونحط اي دي كامل لكل بيس اوف كونتنت. بس خدنا بريك ساعه الا ربع تقريبا ورجعنا نكمل اللي ناقصنا، فتعالوا نشوف. فاليد ولا مش فاليد؟ حد يروح ينفست هناك يعرف ممكن يروح يلاقي انت هتبقي ماسكه الجزء ده ككونتنت يعني. لو هي في جزء التفتيح ده ايوه، فالتفتيح يعني بشره تمام، شعر هيشان، هنعرف نعمل حاجه؟ هنعرف نجيب حد؟ ده سؤال. ايوه هنعرف نجيب حد وهيكلفنا قد ايه حاسس ممكن الاكسبيرمنت اصلا تكرر اي حد عادي. فاليديشن الافكار طلع منه 8 افكار بالاي دي بتاعها، الباقي يا اما ما كانش منطقي يا اما ما كانش واقعي انه يتنفذ، غير ان بعض الافكار وقفت في النص، لا منها اتمسحت ولا منها اتعمل لها فاليديشن، وده لعدم كفايه الادله، وده معناه ان هي هترجع للريسيرش تاني عشان نثبت او ننفي امكانيه تنفيذ الفكره. تحط الكارد، الفيديو بالسكريبت بكل حاجه خلصان، ده جاهزين نصوره بكره. ده اللي انا قلته؟ اللي هو ايه؟ والاستوديو فاضي بكره، انا وهدى بس اللي كنت بقول لك مشغولين، فانت تقدر تيجي تصور لي البيس اوف كونتنت دي بكره لو انت عايز. اللي هو ايه؟ هي اللي انت لسه مخلصها حالا دلوقتي بنفس السكريبت. ايه ده الكلمتين دول بس؟ هو نفس 5 ثواني دول؟ عميله جت قالت كذا 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 وخلاص؟ هنحط لك الهوك بتاعهم بس، وانت هتكمل ال 30 ثانيه دول بس. الهوك
بس اعملوا ماشي، جهزوا السكريبت وانا انتوا هصور. اكيد نصابين. متفقين يا جماعه؟ ده بالظبط على الشعر. خلاص مثلا 50% من اعمل ايه بقى؟ في حاجه تانية المفروض ايه ده بتاخدوها ولا ايه؟ انسايتس الشير، انسايتس السيرش المفروض محتاجينها تكون جاهزه معانا يوم الاربعاء اللي جاي عشان نحدد الانفستمنت اللي هيحصل في الشهر ده. ده دي اول دي كده اصلا لا بدات فيها حته الريسيرش المفروض كل واحد ماسك حاجه الاربع يجي يقعد معانا على الترابيزه دي وهو معاه خلاصتها يا يا لا وليه. المفروض بكره الاي ديز بتاعت الحاجات اللي اتبلدت المفروض نقعد وهي خلصانه. مش عدوا عليها بس يعني. فنقعد نبلدها مع بعض بتبريد اخير وحد ينفصل ياخد بقى يبتدي في اول وثاني وثالث سيكونس. الاي ديز المفروض نقعد وهم خلصانين. كل الحاجات دي اللي هتبقى جاهزه يوم الاربعاء. الاكسبيرمنت رود ماب المفروض نقعد وهي خلصانه فنقعد فمنها تكون بس حطت الفيجن الاولانيه للكامبين سيناريو فنقعد نبلد الكامبين سيناريو بره. بس عايزين نخرج الاربع اللي جاي معانا كونتنت اخر اليوم. ايوه بس قبل ما نقعد مفيش كونتنت هنبقى داخلين بيه بتاع الاي دي كونتنت اي دي اللي خلصان صح؟ لا الخلصان ده اي ديز بس الاول نبلدها التصوير انت قلت لي اظن لا لو اربع يلا كرييشن يعني الاي ديز بالكريشن مش احنا متفقين عليها خلاص. لا مش متفقين على الاي ديز. لا ما الايديز دي يعني لا ممكن تتعمل بشكل تبلد الاي ديز قبل يوم الاربع هو غير بالظبط. يعني خلص انا معاكي قبل يوم الاربع دخليهم عندنا انا ومحمود. ليه؟ ده لو شلت معاك الايديز دي بس الساعه 5 انا دول. معاك الثانيه بره لا اعمل ايه بقى؟ ما جاش اي حاجه من اللي احنا منها دي فلازم ننهي دلوقتي. كده اليوم الاولاني خلص. ايوه وايه تاني؟ مش عارف اقول ايه. يبقى معاك مع بعض ان شاء الله. واحنا خلص قاعدين من الساعة 1:30 لحد الساعة 10:30 تقريبا. وصلنا حوالي ربع ساعة في النص نص ساعة. ساعة الا ربع يا جماعة احنا في مرحلة البلاننج. البلاننج عندنا فيزز وموديولز كل واحد بيخرج مستقل لذاته عشان يجتمعوا مع بعض يوصلونا حاجة. خلصنا تقريبا 5 موديولز من البلاننج. بكرة مش بكرة اليوم الجاي هنيجي نشتغل على بقية الموديولز الخمسة اللي فاضلين وننتج الكونتنت اللي طلع منهم ونبلد كل الكلام ده واحنا قاعدين مع بعض في نفس الأوضة فيبقى تاني يوم جاهزين للونش أول بري لونش لينا. ده الفيلم كات برضه رد عليا. يلا. اليوم الثالث وهنزل لكم بقى دلوقتي يعني قبل ما الميتنج يبدا هو كل واحد قاعد في اللحظات الاخيره اللي هو لحظه لم الورق وبيقفل حاجات المطلوبه منه عشان يبقى جاهز للميتنج. تعملوا ايه؟ نخلص الواجب قبل الحصه ما ليه زنقين نفسكم زنقه كملها عادي. انت زنقه نفسك ليه يا استاذه هدى؟ انا؟ يعني صراحه كان معايا حاجات تانية امبارح فقلت ان انا هاجي بدري قوي اخلص كل حاجه قبل ما اصبر. ايوه وبعدين؟ بعدين ايه؟ ايوه عملت ايه يعني؟ انا كان معايا المفروض فاليديشن افكار اتكلمنا فيها المره اللي فاتت وتكمله الكونتنت اي ديز بتاعت الافكار اللي كانت فاليد من المره اللي فاتت. بس واتزنقتي ما عملتيش حاجه. ايه ده؟ لا زنقت بس عملت. انت اوديتي؟ شوف الكلام على ايه؟ نصور بقى ولا ما نصورش؟ ليه؟ بتختبر كل حاجة بقى؟ لسه هشوف الفيتشر بتاعتها واشوفها هتفيدنا بدرجة قد ايه يعني. تأثيرها على الويب سايت السرعة وكده. وايه الدنيا يعني؟ يعني والله لسه كمان أول مرة بعملها فيها فمش عارف. باين إنها سهلة؟ مش عارف. لحد ما بس هي تكون استجابتها بطيئة شوية يعني مش عارف. الكستمايز بتاعها ممكن يكون ضعيف شوية. هو بصراحة الفيتشر بتاعتها تكسب. يعني جامد جدا. بجد؟ جامدة قوي. بس تنفيذ بقى. ما هو ده اللي انا داخل فيه بقى عشان الاب افتحه. هو ده
داشبورد اللي انا هتحكم فيها بكل اللي انا فيه ده. في اصلا فري ترايل؟ المفروض 30 يوم يعني. 30 يوم؟ المفروض يعني سيف كان بيقول لي 14 دلوقتي هنبقى 30 يوم. ربنا معاك يا عز. حبيبي. زي ما انتم شايفين الدنيا متوتره والناس مزنوقه، ويا دوبك طلعت اصلا لقيت الكلاينت وصل دلوقتي وهيبداوا بقى الميتنج. يا طب وانت عرفتي ده؟ انت حظك حلو قوي. والله حلو قوي. هي غالبا دورت. كان في مثلا ايه 15 اختيار، منهم مثلا اختيارين كانوا هيقولوا لك روحي، و13 يقولوا لك اوعي تروحي. انا كنت عارفه ده عشان كده عايزه على فكره هو انا قلت لها ما تروحيش برضه بس مش اصلا. طيب احنا هنبدا اليوم الثالث. حسام وآلاء مش هيبقوا معانا. كل حد فيهم بيخلص حاجات تكنيكال وهينزل لنا اول ما يخلص. المفروض ان احنا عندنا هوم ورك من المره اللي فاتت، كل واحد كان المفروض ياخد شويه حاجات يخلصها في البلان. كنا واصلين في البلان ان احنا واقفين عند فاليديشن الكونتنت ايدياز، وكل حد اخذ مجموعه من الايدياز يبلدها ويرجع، فهو ده اللي هنبتدي منه. ومن بعديها بقى هنوزع التاسكات الباقيه ونقعد نشتغلها مع بعض. طبعا النهارده كان يعتبر تقفيل للحاجات المفتوحه وما اتقفلتش، زي الافكار اللي كانت محتاجه فاليديشن، وهدى ومنى اللي كان متقسم عليهم الجزء ده. بعدها نقلنا لمراجعه الاودينس اناليسز واتناقشنا في الجزء اللي خلص منها. ماشي. زراعه في غانا ده احنا كنا رايحين نفلد اصلا احنا رقم كام، عشان لو بعيد قوي هيبقى خلاص، لو احنا في الاوائل تمام حتى لو مش رقم واحد. الجزء ده بقى مفيش يعني الريسيرش المعموله بره هي بتشوف ترتيب الدول من حيث الانتاج مش من حيث الكواليتي. مفيش اي حاجه بتقول اني احسن كواليتي. شات جي بي تي يعني جربت بعد ما لقيتش سيرش بره رحت اكلمه جاوب على الجزء الكواليتي، بس قال لي اول واحده غانا، بس مفيش اي ريفرنس للكلام. ويكيبيديا قايل غانا من اوائل الدول. من اوائل مش قايل رقم. لا مش قايل بس قايل غانا من يعني فاكرها اول حتى اول دوله، بس زي ما هي قالت بالظبط كده ما لقيتش حاجه بتقول ان غانا اول دوله او اخر دوله او الكلام ده. تاني حاجه كانت الفكره الثانيه يعني كانت جزء زبده الشاي المغشوشه. دي كانت عن طريق اختبار البي اتش. الجزء ده بقى كان فيه تسويحه حلوه. اولا هي البي اتش بتاعها ليه رينج، يعني هي من 4.5 ل 6.5. ده اللي انا لقيته في زبده الشاي. الفازلين والجليسرين مالهمش بي اتش، لان واحد فيهم ماده بتروليه مش عارف متعادله، والتاني اصلا على حسب الحاجه اللي بتحط فيها مش عارف ايه، فهم الاثنين مالهمش بي اتش. فانا بقى مش عارفه تكنيكالي، انا سالت حد يعني دكتور بس هو لسه ما ردش. تكنيكالي لو انا قارنت ما بين الاثنين حاجه مالهاش بي اتش، يعني لو زبده الشاي دي اتخلطت بجليسرين البي اتش بتاعها هيتغير ولا لا؟ بما انها اتحطت مع حاجه معادله، لو مش هتتغير يبقى انا كده مش عارفه اقفشها. هي لو اتحط معاها ماده معادله بيقلل مثلا بي اتش او اختبار البي اتش ده تعرفي تعمليه بقى؟ تعرفي تجيبي ايه ده؟ ماشي. بص هو اصلا الحاجه بتاعته مش سهل تجيبها من مثلا صيدليه او حاجه، البتاع اللي انت المفروض بتختبر بيها هي يا اما هتتجاب من معامل حاجات كيميكالز. فانا برضو ده نفس الشخص سالته اذا كانت حاجه زي كده نعرف نشتريها ولا لا. هو مفيش حاجه بتتكلم عن الهيشان بشكل واضح، بس كانت الحاجات بتتكلم عن التظبط والترتيب، ان هي اصلا عموما بتعمل الوكس بتاعها بيعمل زي حاجز كده على الشعرايه تمنع ان الميه تتبخر، وبالتالي بتفضل الشعر رطب لاطول فتره. لكن الهيشان ما لقيتش بيبر او حاجه بتتكلم عن الهيشان، بس هو انستنت وبالديفولت ان هي بترطب فالهيشان. فمش كل الفيديوز انا على فكره فعلا ممكن نجرب الاثنين. يعني في فيديوز انا هطلع اتكلم من ستوري مثلا هطلع فيها اصلا ليه ما تبقاش دي اكسبيرمنت من ضمن حاجات الكونتنت. طلع سكريبت واحد بنت وولد كامل، سكريبت تيبيكال اللي متغير بس هو الاكتور. اشمعنى بقى؟ عشان طلع الاثنين ولا لا؟ طلع الاثنين؟ نزلوا الاثنين نفهم ده. بس لو كررناه مرتين ثلاثه بس هيبقى فيه انسايتس كافيه ان احنا نعرف هو ايه الصح. كده خلصنا الكونتنت ايدياز. باقي الهوم ورك بقى.
مين كان معاه؟ افتحوا كده كبري كده هدى، عايز افهم ايه الاودينس اناليسيس فيرز تخوف من ان انا رحت شفت هي خايفه من ايه او بتروح تقول ايه للبيج. مبدئيا كده انا بقى يا جماعه مش عايزين موافق على نبتدي- كل الاستراتيجي دي، مش عاجباني. مش اول حاجه البروجكت رود ماب عايزين نبتدي نمشي في خطواتها. احنا كده كده قاعدين في الخطوه بتاعه البلاننج اللي هي الخطوه زيرو اللي هي مش محطوطه اصلا في كل ده بقى الكلام الايه؟ يعني لا والكامبين سيناريو كلها يعني البلاننج كله محطوط كخطوات متفصله هنا. بس عايزين يعني احنا اوريدي ابتدينا في تسليم الايدنتيتي وهنبتدي نستلم الفيجن الاولانيه في خلال 24 ساعه من دلوقتي. ولا 24 ساعه دي خلاص، هي امبارح بالليل الساعه 12 كانت 24 ساعه، احنا دلوقتي برضه 24 ساعه. ايه يا عم انت؟ حقيقي يا نهار ابيض. وانس ان الايدنتيتي خلصت هنبقى قادرين نشغل البرنت اوتس والطباعه، وهنبقى قادرين نعمل الفوتو سيشن والستور. حسام بيجهزه دلوقتي وهو ده اللي مخليني مش قاعد معانا في الميتنج. والكونتنت اللي احنا هنشتغل عليه ده اللي كنا بنفلده، هنشوف اللي هيطلع منه قد ايه كامبين سيناريو منا الحاجات. يعني هتبتدي الانتاج يشتغل بقى وانت هتستلم اصلا اللاينز بتاعت الانتاج وتجري وترجع لنا بيهم. كامبين سيناريو هنبقى جاهزين نقعد النهارده انا ومنا نقفله ونقدمه لحد يعني عشان ياخد الابروفل. الاوتوميشن رود ماب هتتاخر عشان فاليديشن التكنولوجي اللي هنعمل بيها الاوتوميشن لسه ما خلصتش. وطبعا البري لونش لسه مش عارفين. طب الاوتوميشن ده هتتاخر الرينج قد ايه وهيفرق ده على اي حاجه؟ الاوتوميشن رود ماب دي هتبقى قبل اللونش حوالي يومين او 3 بالكتير. ايوه بقى اللونش انت بقى عشان اهم حاجه بقى ان احنا مش قادرين نحدد اليوم بتاع اللونش. الحقيقه الواقع يعني بيقول ان احنا ما قدامناش اقل من 8 ايام. نفس اليوم ده الاسبوع اللي جاي يا رب نبقى فاتحين كامبين. احنا هنعمل حسابنا ان احنا نحاول نلونش قبل ال8 ايام اكيد، بس هي بالواقع مش هتيجي كده. يا رب تيجي كده، يا رب يجي 8. ده طبيعي، فانت اعمل حسابك عليه على حاجه منطقيه. لو زادت سنه تمام، لو قلت سنه تمام. بس اظن النهارده احنا ماسكين حاجات في ايدينا واكتر من حد هيروح ينفذ تنفيذ مباشر. النهارده هيبقى في كونتنت بيتكتب، النهارده هيبقى في بايلوت للبرودكشن، النهارده هيبقى في كامبين سيناريو متقفل، النهارده الديزاينرز قاعدين شغالين على الايدنتيتي، النهارده في حاجه حصلت، في تحرك، فاهم؟ وبناء عليه طلع لي تصور اللي هو التحرك ده بيقول كده ان احنا قدامنا مش اقل من 8 ايام. فبواجهك بالواقع مش اكتر. بس هشتغل على انه يبقى 4 ايام. ده انا نفسي يطلع انا عشان كده قلت الجمله دي عشان الناس تاخد بالها ان احنا عايزين يعني لو عرفنا يطلع في 4 ايام يا ريت، لان انا موقف كل حاجه عندي. ده انا واصل في دماغي لدرجه ان انا موقف كل حاجه. لو انتجنا فيديو يلا ننزل نجرب بسرعه دلوقتي ونشوف الدنيا هتقول لنا ايه ونطلع ده. انت متخيل انا ملهوف على الموضوع؟ لو فيديو كويس هجيب اوردرز على فكره. احنا خلصنا تقريبا، لكن قبل ما ننهي بدأوا يوزعوا مسؤولية التاسكات اللي باقية على كل واحد، بس كان في حاجة ناسينها. طيب احنا استراتيجيكلي احنا ما حددناش الاوبجكتيف من الاثنين اللي هنمشي عليهم. انا محدد هنا البادجت الوكيشن يعني كروكي بيزد على الاوبجكتيف الثاني، سوري الاولاني، ان احنا مش هنحتاج للادز. محسوبه فين بالظبط؟ يعني الالوكيشن اللي قدامنا النسب اللي محطوطه على كل ستيج من الخمسه، الانفلونس والاكوزيشن ولحد الاخر، دول محطوطين عشان يخدموا الاوبجكتيف الاولاني. لو رحنا الاوبجكتيف ال10 اكس رو از البادجت الوكيشن مش هتبقى كده خالص. ما احنا قلنا هتبقى موجوده بس مش ب 10%، مش احنا اخترنا مين؟ مش ب 10 اكس. يعني دي يعني واحده دي ستريم الكونتنت الاسيتس اللي هو اتفقنا كلنا ان هو مستحيل نوصل للاوبجكتيف في خلال 3 شهور، وبالتالي لو هو كده يبقى احنا الناحيه الثانيه مش هيبقى 10 اكس قلنا ده. يعني لا نغير الاوبجكتيف هناك عشان يكون منطقي ويكون منطقي في ايه؟ لا يعني مش منطقي انك تقول هوصل للاوبجكتيف بتاع الاولاني في 3 اشهر، لكن منطقي تقول في 6. في ايه؟ يعني في 6 توصل انك مش محتاج للادز. ده لو اشتغلت عليه صح ينفع. الناحيه الثانيه بقى انك تجيب 10 اكس رواز، لا عادي، ده مش محتاج. لا لوحده لوحده 3 اشهر. منطقي. ايوه، ما هي الفكره بقى ان احنا واضح كده ان احنا مش هنعرف نبتدي الطريق الثاني غير بعد ما نطمن على 3 اشهر دول بتوع الرواز على ارض الواقع يعني. اللي هو كده هننتج كونتنت ماشي، بس مش هيبقى تركيزنا هناك. بالعكس
ها العكس يعني. لا هيبقى تركيزنا يعني ايه في الادز، هيبقى تركيزنا في الادز. هتبقى تركيزنا في البروجكت وفي البيزنس موديل انه يقوم ويأمن نفسه، شاغلنا عن الكونتنت. فلو قررنا نجري هنا ننفست هناك هننفست هناك حاجه مش هتبقى واخده حقها قوي، يعني هيبقى 50% من الريسورسز بتاعتنا كلها رايحه فاليو بيز. ده فتح كلام كده، ده اصلا مش هيبقى حاجه للباقي. 6 شهور ولمده 6 شهور، انت متخيله ده يعني كثيف قد ايه؟ ده لو حصل بقى من الاول مش هيتبقى لتاسيس بقيه ستيجز الجيرني حاجه، ومش هيقومنا الفتره الاولانيه، فهنلاقي نفسنا ايه، فلا مننا هنبقى دوسنا جامد قوي، هندوس من ناحيه البرفورمانس جامد قوي، واحنا ما معناش حاجه تستلم حلو قوي. ولو رحنا حشرنا كمان الكونتنت معاهم هنبقى لا مننا ادينا للكونتنت حقه ولا لبقيه الجيرني حقها، والادز حتى لو اخذت حقها مش هتعمل اي حاجه لو الاثنين بالظبط. حلو، يبقى ده هيؤجل وهيتم تفعيله كمان 3 شهور. التقسيمه دي ساعه ما نكون ايه خلاص امنا الاوبجيكتيف الاساسي الاخطر اللي هو يعني الاسرع في الاحتماليه. الموضوع يعني نروح مع الواقع، ما نروحش مع اللي احنا عايزينه. يعني نجري على الحاجه اللي ينفع تحصل قريب، وده لوحده افيد للبروجكت بكتير. انا وانتي اللي قعدنا نزن في الواقع المره اللي فاتت، انكم ناخد الطريق ده، يعني ناخد الواي ده. بس انا اصلا شفت لو في بادجت الوكيشن تاني بس هبدل اول نسبتين بس. ده لا خلاص هيتغير. الاكوزيشن دي مش هتبقى 15% بقى. لا، ما هي دلوقتي بتقول هي كل اللي احنا محتاجينه كده بس دي تبقى 50 بالظبط. الانفلونس ياخد 15 والاكوزيشن هو اللي ياخد 50% من الريسورس، وده يبقى الفتره الجايه بالظبط. انا هطلب اكل، حد عايز ياكل؟ جعان فطير من الدمياطي هطلبه حالا، سجق، مفيش اي تعديلات هتحصل. اكلي مانيوال. اهلا بيكم في فقره الكراش كورس. الكراش كورس الحلقه دي هيكون عن الاستراتيجيك بلاننج في مجالنا الديجيتال ماركتنج. وقبل ما ادخل لكم في النقط الاساسيه اللي هنتكلم فيها، خلينا الاول نتفق على كام نقطه مع بعض عشان النص التاني يبقى مفيد بقدر كافي. 1. ما تجريش ورا بلاننج تمبلتس. مفيش تمبلت هتديك اللي انت عايزه في البروجكت بتاعك، انت محتاج كل مره يبقى عندك توليفه من الموديولز المناسبه للكيس والمناسبه للاندستري والمناسبه للريسورسز. فما تفكرش ان في تمبلت هي دي حل المشاكل كلها بتاعتك، وان في شيت لو اتملى البيزنس هيقوم. لا، هي الفكرة كلها في البلاننج انك بتحط فيه فعلا التفكير والاختيارات اللي انت قررت تختارها بناء على صورة كاملة من المعطيات، وبناء عليه بتروح تنفذ الكلام ده وتشوفه نفع ولا ما نفعش. فالفكرة كلها مش في البلاننج، الا لو كنت عايز ترضي مديرك مثلا او عايز تبين لهم انك انت بتعمل حاجة. بس ان جيت للحق البلانز دي يا جماعة ما بنديهاش للكلاينتس بتوعنا، ما بنعملهاش عشان هم يشوفوها عشان يبقوا شايفين ان شغلنا حلو، احنا بنعملها عشان احنا من غيرها مش هنعرف نعمل الشغل. فبص لها من الناحيه دي، اعمل فيها اللي انت محتاجه بس، ما تعملش فيها اللي انت شايف الناس بتعمله او اللي انت لاقيه على الانترنت في التمبلتس الموجوده. فدي كده اول نقطه عندنا، ان البلاننج تمبلتس حاول تطلعها من دماغك وما تجريش وراها وما تصرفش عليها ريسورسز. دي كده اول حاجه. النقطة رقم 2 هي المايند سيت، وهو ده اللي انت محتاج تدور عليه في الاستراتيجيك بلاننج. انت مش محتاج خطوات، انت محتاج تبني طريقة تفكير في البلاننج تبقى قادر تنزل منها اسقاط كل مرة على حسب الكيس وعلى حسب الاندستري وعلى حسب الريسورسز اللي موجودة معاك. وان جيت للحق هي شخصيات معينة هي اللي عندها الملكة بتاعة البلاننج، فمش لازم كل الناس يبقوا عارفين يعملوا ده. ولو انت مش عارف تعمله انت مش وحش، ولو انت بقى من الشخصيات اللي هي البلانر اللي هو شخصيته بلانر صرف، ساعتها انت بس هتبقى محتاج، يعني مش محتاج تروح تدور على كورس، مش محتاج تروح تدور على ارتكل ولا فيديو تقراها ولا تمبلت تعملها. انت محتاج تشغل البروسيسور بتاع البلاننج كتير قوي. ولو عايز تأثر المدة عليك فانت محتاج بس ان يكون واقف جنبك منتور. لو قدرت تلاقي المنتور الصح اللي مشي على نفس طريقك قبل كده فيقدر يقول لك شوية حاجات يأثر لك بيها الطريق، انت كده مش محتاج اي حاجة غير التكرار والتجارب الكتير.
وبناء عليه كده نبقى اتكلمنا في نقطتين. التمبلتس في الاستراتيجيك بلاننج لا ما تشغلش دماغك بيها، المايند سيت هي دي اللي المفروض تاخد منك كل التركيز وكل الريسورسز. النقطه رقم 3، البيرسونا ما بيتعملهاش شيت. ليه؟ لان هي كل اللي مطلوب يتحط فيها 4 سطور، ايدج وجندر ولوكيشن ويونيك ايدنتيفاير واحد بس يفصل لي البيرسونا دي بطريقه ممسوكه. فال4 اسطر دول انت مش محتاج تحرق فيهم وقت كتير ولا تقعد تملى شيتس ترضي بيها ضميرك. طب اللي احنا بنشوف في كل حته ده يعتبر ايه؟ انا شخصيا مش عارف. البيرسونا ما بتتعملش، البيرسونا بتستخرج من السيلز انسايتس، فلازم يحصل بزنس سايكلز كامله تخليك قادر تجيب انسايتس من السيلز جاي عن طريق الماركتنج اكتيفيتيز، فساعتها تبقى الداتا فاليد، فساعتها تبني البيرسونا بتاعتك على حاجات حقيقيه. لكن احنا نقعد نخترع بيرسونا ونتخيلها ده بعيد تماما عن الواقع. فاحنا مثلا لو جيتوا تشوفوا، لو كنتم مركزين يعني في التفاصيل اللي جت في الحلقه، هتشوفوا ان البيرسونا دي عندنا عليها في البلان بتاعتنا موديول صغير قد كده ما فيهوش غير ال4 سطور اللي انا قلت لكم عليها، ومش اكتر من بس فريم او سياق جواه احسن حد ممكن يشتري مننا. شكرا ووقفنا عند كده. انت نرجع بقى للحته دي تاني اول ما يجي لنا سيلز انسايتس جايه بسبب الماركتنج اكتيفيتيز بتاعتنا. شكرا. اخر نقطه بقى لازم نتفق عليها، ان الاستراتيجيك بلاننج ملهوش علاقه بالكالندر اللي انت بتعمله للبيج بتاعتك. الكالندر ده لا يعبر عن اي حاجه، فعلا ملوش علاقه بالبلاننج. ليه؟ لانك الفكره مش في انك تقول انا هنزل كذا يوم كذا. اللي صعب فعلا في الموضوع لو نزلت واحتكيت بيه هو البرودكشن بتاع الماركتنج، مش الببلشنج بتاع الماركتنج. فانت محتاج تروح تخطط للبرودكشن، هو ده اللي هيتعبك ومش هتبقى قادر تمسكه وهيفرط من ايديك. واللي يخرج من البرودكشن تبقى تبتدي تشوف بقى هتستخدمه ازاي. فانت اوعى تبقى فاكر انك لما تعمل كالندر كده انك هوبت ناحيه الاستراتيجيك بلاننج. ده ما جايش، ده تفكر فيه اخر خطوه بعد ما تبقى مسكت مخزون في ايديك. تقدر بقى تخطط ان يبقى في بروسيس تنتج المخزون ده بدون ما تكون مجهده ومكلفه بدرجه تخليها تقف. هي دي بقى اصلا يعني اساس يعني اللعبه بتاعه البلاننج. فأرجوك انتزع فكرة الكالندر دي من دماغك، وما يعني ايا كان اللي انت بتسمعه والله العظيم مش شرط اي حاجة، يعني مش شرط فريكونسي ولا نزل مرتين في الاسبوع ومرة في اليوم مش شرط اي حاجة. اللي شرط انك تعمل حاجة فارقة. اعمل بيس اوف كونتنت واحده في الاسبوع كله فارقه ابرك من انك انت تبقى مالي كالندر 3 بوستات في اليوم مالهمش اي لازمه، عباره عن كابشن على ديزاين ما بيفرقش مع اليوزر ومحدش بيقراه وبنستخسر نصرف عليه فلوس لانه ما فيهوش اي حاجه فارقه. وبالتالي لا البيزنس استفاد ولا انت استفدت في البورتفوليو بتاعك ولا اليوزر استفاد. لكن لو سخرت مجهود الاسبوع كله بال200 بوست اللي انت بتعملهم وحطيتهم في بيس اوف كونتنت واحده، والله هتشوف نتيجه يعني لا تقارن بانك تبقى قاعد بتنزل في كابشنز. كده احنا خلصنا الحاجات اللي المفروض نتفق عليها، وناقص البوينتس الاساسيه اللي هنبتدي ندخل نتكلم فيها، واللي لما تتعلمها هتفهم احنا ليه كنا بنعمل اللي انت شايفه في الميتينجز واللي انت شايفه في النقاشات اللي مريت عليها على مدار الحلقه. احنا دلوقتي هنتكلم في 4 نقط اساسيه. اولهم هو الماركتنج دايركشن، والماركتنج دايركشن هو بمثابه الارت دايركشن عند الجزء بتاع الديزاينرز كده، الدستور اللي بيحكم لهم البراند ده المفروض يظهر ازاي. احنا بقى المفروض يبقى عندنا ماركتنج دايركشن بيحكم لنا البراند ده المفروض يكوميونيكيت ازاي، وبالتالي يبقى متحدد فيه البراند ده هينفست في انهي تشانلز ازاي عشان يوصل لايه ويحط نفسه في بوزيشن ايه بالظبط. ده عشان يحصل محتاجين نمر بخطوتين. لو انت مركز في البورد بتاعه البلاننج بتاعتنا هتلاقي ان احنا عندنا موديول في الاول اسمه بادجت الوكيشن، والبادجت الوكيشن هنا بتقول احنا هنوزع الريسورسز اللي معانا على الكاستمر جيرني ازاي، لان من غير المعلومه دي مش هنقدر نرسم ماركتنج دايركشن دقيق.
لاننا مش هنبقى عارفين احنا معانا مساحه فين بالظبط ومزنوقين فين بالظبط. فاحنا عندنا في الكاستمر جيرني الطبيعيه اللي كل الناس تعرفها الستيجز الاساسيه بتاعت الاكوزيشن، الاكتيفيشن، الريتنشن والريفيرال. الاربعه دول زياده عندهم في المنهج بتاعنا ستيج واحد اسمه انفلونس. الانفلونس هو ستيج بري اكوزيشن، هو ده اللي بيسبب معظم مشاكل الاكوزيشن، وهو ان البراند بيدخل ياكواير على طول، وساعتها بتحصل يعني معظم خسائر الماركتنج بتبقى موجوده هناك. ودي مغالطه كبيره جدا في مجالنا، بس محدش ملتفت ليها بطريقه استراتيجيه، ودي هتبقى جزء مهم جدا في كتاب كامل هينزل عن المغالطات الاساسيه اللي موجوده في مجالنا. فخلونا نسيب التفاصيل بتاعه النقطه دي ونرجع لفكره الموديول اللي فيه بنحدد allocation للبادجت بتاعتنا على ال5 ستيجز: الانفلونس والاكوزيشن والاكتيفيشن والريتنشن والريفيرال. ساعتها نقدر نروح نرسم ماركتنج دايركشن مناسب للنسب اللي اتحطت في كل ستيج منهم، والنسب دي المفروض تتحدد على حسب الماركتنج اوبجكتيف اللي البيزنس عايز يوصل له. فمن هنا هنقدر نقول انهي ستيج ياخد قد ايه. وبما اننا كان عندنا 2 اوبجكتيف بنختار منهم، يا اما نوصل البراند كمان 3 شهور انه مش محتاج للادز، وده معناه ان احنا هنمشي في طريق اورجانيك وهنبقى بننتج كونتنت بكثافه عاليه جدا، يا اما نمشي في طريق اننا نخلي البراند ده واصل ل 10x رواز، وبالتالي يقدر يستمر وما تبقاش الادز عقبه في طريقه. دول ال2 اوبجكتيف اللي كنا محتاجين نختار واحد منهم. لما فكرنا لقينا ان الاوبجكتيف الاولاني هنقدر نحققه باذن الله، بس مش 3 اشهر، مش اقل من 6 اشهر. وعشان كده هنلاقي ان ال3 اشهر خلصوا وما قدرناش ننقل لكم حاجه لحد اخرها، نقلنا لكم نص الطريق. فقررنا ناخد الاوبجكتيف الثاني، وبعد ال3 اشهر نفوق للاوبجكتيف الاولاني بتاع الماركتنج اسيتس بقى والطريق الاورجانيك. وبناء عليه اختيارنا للاوبجكتيف الثاني خلانا نعمل الوكيشن بطريقه معينه في كل ستيج من الكاستمر جيرني. الخطوه الثانيه هو موديول الماركتنج دايركشن نفسه، هتلاقيه تقريبا كان 4 أو 5 موديول في البورد. ولو جيت تبص هتلاقي انه محطوط فيه كل الاوبجكتس اللي متداخله في اللعبه، الستور بالتشانلز بتاعت الاكوزيشن، بالتشانلز بتاعت البوست اكوزيشن، كل حاجه تقريبا بالتشانلز بتاعت الاناليتكس، وكلهم مع بعض مرسوم بيهم رسمه بتدل هيتم استخدامهم ازاي، وعلى حسب الحاله، على حسب ما بيكون الماركتنج دايركشن مرسوم. والماركتنج دايركشن نفسه بيترسم على اساس الالوكيشن اللي كنا لسه بنتكلم فيه. فزي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي في الصوره ده كده شكل الماركتنج دايركشن الاساسي. لكل تشانل في الماركتنج دايركشن دي هتلاقوا تشانل اي دي في الدايمنشنز والجايد لاينز الاساسيه اللي المفروض تبقى متحدده ومحطوطه عشان تحكم الشغل على التشانل دي هتمشي ازاي. حاول تاخد الكونسبت في الكلام اللي انا بقوله لك وتشوف اسقاطه عندك هيبقى عامل ازاي، وايه الاسئله اللي هتطلع لك، وتعالى لنا بالاسئله وهنجاوبك عليها. تاني توبيك في الكراش كورس ده هو الRFM اناليسيز. الRFM اناليسيز هي من اهم انواع الاناليسيز اللي ممكن تبني بيها اي كوميرس بزنس. الRFM اناليسيز اختصار لريسنسي فريكوينسي مونيتري اناليسيز، ودي اناليسيز ثلاثيه الدايمنشن، يعني ثلاثيه الزاويه، وبالتالي بتقدر تجيب لك داتا متقسمه بطريقه دقيقه جدا ومينينجفول جدا، وبالتالي تقدر تبني عليها الماركتنج اكتيفيتيز بتاعتك. طب ازاي؟ بتبتدي تقسم سيجمنتس بيزد على البيهيفير ما بين ال3 دايمنشن اللي احنا لسه قايلينهم. الريسنسي يعني اخر اوردر عمله معاك اليوزر كان من كام يوم، لان ده هيدل على حاله علاقته بيك دلوقتي. الفريكوينسي تكرار الاوردرز اللي هو عاملها، او بمترك ممسوكه التوتال اوردرز اللي عملها من ساعه ما بقى كاستمر، وده هيدل برضو على قوه العلاقه ما بينك وما بينه وعلى قوه علاقته بالبرودكت بتاعك. تالت حاجه المونيتري فاليو، يعني التوتال اماونت اوف فاليو اللي دفعها للبراند بتاعك، لان ده طبعا هتحدد
يعني هتحدد حاجات كتير هتوصلنا في الاخر لاستنباط ال LTV بتاع سيجمنت زي ده. دول كده الثلاث حاجات الاساسيه. لو ركزت في الجزء بتاع البلاننج في الميتنجز اللي احنا عملناها هتلاقي ان احنا عدينا على تيبل معمول فيه behavioral segmentation بالار اف ام اناليسيز، وطلعنا منه 11 سيجمنت، 11 behavioral segment. هم دول اللي احنا هنبقى مركزين معاهم في البراند الجديد اللي بنشتغل عليه. وكل سيجمنت منهم حطينا له الرولز اللي تحكمه، والرولز دي هي اللي هتتاخد يتعمل بيها الاوتوميشن بلان في اخر خطوه. خليكم فاكرين الكلمه دي، هنرجع لها بعد كده. حلو. بعد الار اف ام اناليسيس بقى عندنا تقريبا 11 سيجمنت، كل واحد هيتعامل معاه حاجه مختلفه. وفي نفس الوقت الماركتنج دايركشن بتاعنا طلع لنا ان احنا عندنا حوالي 13 تشانل كوميونيكيشن بس غير الاكوزيشن تشانل، وبالتالي بقينا لازم نعمل يعني تباديل وتوافيق عشان نعرف ايه هيستخدم مع مين. فعملنا موديول في البلاننج اسمه تشانل اتريبيوشن، والتشانل اتريبيوشن هنا حط على الاكس الاولاني كل السيجمنتس بتاعتنا، وحط على الاكس الثاني كل التشانلز عندنا، فبقت بالشكل اللي انتم شايفينه. فبقينا عارفين ايه من التشانلز هيستخدم مع ايه من السيجمنتس. ومن الموديول ده طلعنا على الماركتنج دايركشن عشان نعدل حاجات في التشانل اي دي، وبالتالي نحدد جوه كل تشانل اي دي السيجمنتس الاساسيه اللي هو هيكلمها، والبوزيشن اللي احنا عايزين نحط فيه التشانل في دماغ كل سيجمنت من اللي هنكلمه. تالت توبيك موجود في الكراش كورس ده هو الاودينس اناليسيز. والاودينس اناليسيز هو نوع اناليسيز مهم جدا، ما بينفعش من غيره نعمل الكامبين سيناريو اللي هي خطه الماتش الجاي، اللعبه هتتلعب ازاي. وبالتالي وفي نقطه مهمه جدا، فكره الكومبيتيتيف اناليسيز فكره مهمه بس مش عمليه بالدرجه الكافيه مقارنه بانك تعمل اودينس اناليسيز فتنزل تمقع عينيك في انك تقرا كلام الناس لدرجه يعني تزهق. ده ابرك بكتير واولى بكتير قوي من انك تقعد تتفرج على الكومبيتيتورز عاملين ايه وانواع الكونتنت بتاعتهم ايه وبينزلوا كل قد ايه. كل الكلام ده تاثيره على الحقيقه ضعيف جدا قصاد انك تقرا لك مثلا 500 كومنت عند 10 12 كومبيتيتور. مش فارقه هم قايلين ايه، فارقه الناس بتتكلم في ايه، بتسال عن ايه، موجوعه من انهي حته بالظبط، ايه اللي شاغل دماغهم. ده عمره ما يطلع الا لو نزلت عملت اودينس اناليسيز بني ادميني من غير اي سوفت وير، بتنخرب بنفسك عشان تستوعب دماغ البيرسونا اللي انت نازل تكلمها. فده انفستمنت يعني في معظم الحالات بنلاقي ان هو مش واخد حقه، مع انه مفيد جدا. انت لو مزنوق قوي ومفيش اي حاجه جاهز تعملها قبل ما تروح تطلع كامبين، اعمل بس الاودينس اناليسيز دي كافيه انك تخليك تلاقي الثغره اللي هتخلي جزء الميديا باينج يظبط معاك. حاول تعمل الجزء ده بطريقه موثقه، فتبقى كل حاجه انت جايب لها سكرين شوت وريفرنسز، تخلي بقيه التيم بتاعك قادر في ربع ساعه يوصل للكونكلوجن اللي انت وصلت له في 3-4 ساعات من قرايه الكومنتس بتاعت الناس. وهي دي مهمتنا جوه الاودينس اناليسيز، اننا نلاقي الباترنز في الكلام اللي الناس بتقوله وبتحتك بيه مع سواء الكومبيتيتورز او غيرهم او مع بعض او في جروبس. من هنا هنقدر نطلع باترنز. الباترنز دي بقى هي اللي بيها هنقدر نستوعب البيرسونا بتاعتنا، فنرسم لها كامبين سيناريو في الخطوه اللي جايه يكون محبوك ومتفصل عليها. كده احنا خلصنا الثلاث نقط اللي في الكراش كورس بتاع النهارده، والجزء بتاع الكامبين سيناريو ده جزء من الكراش كورس بتاع الحلقه اللي جايه. يا رب نكون مقدمين لكم حاجه حتى الان يعني مفيده ومشبعه كفايه. وطبعا لو انت بتتفرج لحد الجزء ده فشكرا جدا، وان شاء الله استنى مننا مستوى اعلى من ده بكتير. احنا عاملين اللي انت شفته ده بمنتهى اللهوجه، يعني احنا ملحقناش نديله حقه ولا حتى 20%. فان شاء الله حلقه بعد حلقه هتلاقي ان البرودكشن نفسه بقى احسن، وبالتالي انت بقيت مستمتع اكتر وانت بتاخد الفاليو التقيله اللي موجوده اللي بنزعم
ان هي موجوده ومحتاجين تاكيدكم، وتاكيدكم ده مش هيبقى باين الا لو قلتوا لنا. وده والله العظيم مشجع جدا. انتوا مش متخيلين لما حد بيجي يقول يا جماعه انا من بعد ما استهلكت الحاجه بتاعتكم دي انا بقيت في حته تانية، دي كلمه اقسم بالله بتخلينا مش عايزين حاجه، خلاص كده شكرا. فارجوكم ما تحرموناش من ده. انا كده خلصت الكلام بتاعي النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا بالدرجه الكافيه، واستنونا الحلقه الجايه الاسبوع اللي جاي. طبعا انتوا مش عارفين انا كنت واقف جنب الوايت بورد ليه. انا كنت مخطط ان انا هبقى بكلمكم على كل نقطه وانا بكتبها، بس انا اتسحلت في الكلام واندمجت. فالمفروض كان يبقى ده المظهر الاخير اللي انتوا تشوفوه. طبعا خطي زي الزفت. اوعدكم ان الوايت بورد المره اللي جايه هتبقى متكلفه اكتر، وهجيب حد يرسمها مخصوص عشان تبقى مريحه بصريا ليكم اكتر. واستنونا الحلقه اللي جايه.